وبس يا سيدي تبقى قاعد في امان الله وتلاقي نادي الزمالك مغفل مصر كلها وعامل صفقتين ما لهمش حل. الاولاني مهاجم هداف، موهوب، دولي، مهاجم قوي جدا، تعاقد هيبقى اغلى لعيب حرفيا متواجد في الدوري المصري. بس كده يسكت؟ لا يا باشا، ده انا هخطف صفقة الاهلي كمان واخلصها ويخلصها. الزمالك مره واحده فاق، ما تفهمش ايه اللي حاصل. سوق الانتقالات حرفيا في مصر ولع. الكلام يخلص عند كده؟ لا. بيراميدز خلص في صديق اجولا كمان من سيراميكا كليوباترا، يبقى عبد الرحمن مجدي امبارح وصديق اجولا. دوري بقى مولع والتنافسيه شكلها نار والسوبر هيبقى عالي قوي. يلا بينا واهلا بيكم في استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان دعمك يهمنا جدا، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. نادي الزمالك صراحه النهارده عمل مفاجاتين قويتين جدا في الانتقالات. طيب ايه المفاجاتين؟ اول حاجه اتعاقد مع ارون بوبنزا. ارون بوبنزا اللي ما يعرفوش ده مهاجم عنده 28 سنه، طوله 180 سم، مهاجم منتخب الجابون، لعب مع منتخب الجابون 35 ماتش. مهاجم قوي جدا وذكي جدا وحريف قوي، قول زي ما انت عايز. لعب في تركيا ولعب في ايطاليا ولعب في الدوري الامريكي اخر حاجه مع نادي سنسناتي، وقبليها كان بيلعب في الشباب السعودي وكان من هدافين الدوري السعودي. لعيب مهاري جدا جدا جدا، بيمشي قوي من ستايل الزمالك، من اللعيبه اللي هي بتبقى تحب تلعب وهي رايقه، عايز ستايل فرقه يكون رايق، في حريه، في مساحات، في مساحه انه يلعب، فهيبقى مناسب قوي للنادي الزمالك. لعيب قيمه التسويقيه بتاعته 5 مليون يورو، يعني حرفيا نادي الزمالك دلوقتي معاه اعلى 2 لعيبه قيمه سوقيه في الدوري المصري، رقم 1 بوبنزا، رقم 2 زيزو. حرفيا صفقتين ملهمش حل. جدد لزيزو عشان تبقى الصفقه الثانيه تمت كده بالنسبه لك. والصفقه الثانيه بقى الاصعب والاقوى، ان هو خطف عمر فرج من النادي الاهلي، مهاجم اي كيل الفلسطيني اللي عنده 22 سنه، اللي النادي الاهلي عمال يتفاوض معاه في قيم الصفقه، ونادي الزمالك بقى رسميا بعت العقود للعيب كمان وخلص مع النادي. صفقه هتتم بشروط معينه على اقساط بقيمه 1,200,000 دولار، ونادي الزمالك شطب الدنيا. يعني نادي الزمالك ما تعرفش الصحوه دي جايه منين. نمنا صحينا لنادي الزمالك بيعلن خلاص ترانسفير ماركت اعلن والقصه انتهت، تقريبا بيلحقوا قبل ما يحصل ازمه حميد احداد والقيد اتقفل تاني، فبيستغلوا فتره ان القيد حاليا على نادي الزمالك مرفوع او مفتوح ومعلوش اي مشاكل، فبينجز بقى نادي الزمالك حاليا. وغالبا هتلاقي كام صفقه كمان ما تعرف، مش فاهم صراحه. يعني بعد ما في الدنيا مأزمه، اعتقد ان كان في دعم قوي حاليا من رجال الاعمال، فالدنيا ايه فيها انفراجه قويه. واللي عاجبني قوي في صفقه بوبنزا بالذات ان قيمه العقد بتاعته 600,000 دولار في السنه، وده رقم حلو قوي 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 قوي. يعني 300,000 حوافز، يعني ال 900 دول انا اسف ولا حاجه. لا، في لعيبه كتيره اقل من بوبنزا في الدوري المصري، سواء في الزمالك في الاهلي في اي نادي، وبتاخد اكتر منه. بوبنزا هيكون مفاجاه الزمالك في السوبر وعامه في الدوري لو اللعيب ده لعب بمستواه. لعيب حريف قوي ومهاجم قوي، هيعمل شغل مختلف مع نادي الزمالك. عمر فرج برده مهاجم قوي جدا. على هامش الموضوع بتاع نادي الزمالك، نادي الزمالك خلاص قرر يفسخ عقد سامسون اكينولا، خلاص مش محتاجينه. انت عندك مهاجمين جبابره، والجزيري بقى يرجع ما يرجعش دي قصته، بعد ما ايه خلع وحب ما يكملش مع نادي الزمالك ونكر الجميل. فصراحه صفقتين بوم لنادي الزمالك في الجون. يجي بقى بيراميدز اللي ما بيسكتش وعمال يخطف اللعيبه اللي كانت متالقه. خلص مع عبد الرحمن مجدي ب 40 مليون مع نادي الاسماعيلي، وخلص دلوقتي مع صديق اجولا من سيراميكا كليوباترا، اللعيب اللي كلنا شفناه، لعيب حريف قوي، مساهمه تهديفيه ب 21 هدف، 10 تجوان و11 اسيست، لعيب حلو قوي، سن صغير مش كبير، حريف هجام. صفقه قويه جدا. بس يا عالم هيتسجل مكان مين في اللعيبه الافارقه اللي عند بيراميدز؟ لان بيراميدز كده هيحتاج يطلع لعيب من اللعيبه اللي عنده. صفقه قويه ثانيه لبيراميدز، وبيراميدز يعني تحس ان هو ايه، قلبه جامد بعد ما خلص، يعني بعد ما كسب الكاس. اي نعم الكاس مش اقوى بطوله، مش الدوري يعني، بس الكاس، والكاس كسبته فرق كتيره، مش شرط فرق بتنافس، كسبته فرق صغيره، الحرس كسبوا، انبي، فرق كتيره من وسط الجدول كسبته. بس بيراميدز لا، قلبه جامد، جايه بقى يعني ايه، اكن فكت النحس في الصفقات بتاعت بيراميدز صراحه. تاني صفقه لجناح قوي جدا عبد الرحمن مجدي وصديق اجولا، صفقتين برضه نار. النادي الاهلي دلوقتي النهارده اخر يوم في الترانسفير ماركت او سوق الانتقالات للدوري المجري،
فانت النهارده هم بيتفاوضوا مع لعيب برازيلي، اللعيب البرازيلي دوت عايزين يخلصوا فيه عشان بالرمضان يطلع. والفكره كلها مستنيه النادي الاهلي يحول الصفقه دي. لو ما تمتش او النادي الاهلي ما حولش النهارده الثلاث 3/9 الفلوس لنادي فرانكو فوريزي المجري، صفقه محمد علي بن رمضان كده توقفت، انتهت خلاص. اي بقى كلام واي هري واي تفاصيل وكلام كتير هيبقى في الهوا. النادي الاهلي طبعا التدريبات النهارده تاني يوم، مارسيل كولر رجع بيرتب دلوقتي في اجتماع هيتم ما بين مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب مع كولر عشان ترتيب المعسكر بتاع النادي الاهلي، المعسكر التحضيري للسوبر وبدايه الدوري هيبقى فين، المطوشه الوديه هتبقى ايه، التفاصيل ازاي، اخر ملف التعاقدات. ما هو كولر على فكره عمال يستعجل الامور، فالمفروض الاجتماع يتم النهارده الثلاث يا بكره الاربع بالكثير قوي عشان الامور تتحسن. ومحمد علي بن رمضان النهارده لو باتت ماتت خلاص، القصه انتهت كده خلاص. انت قفلت القائمه الافريقيه وفيها عمر الساعي، خلاص انت عندك السوبر الافريقي لو خلصت بالرمضان النهارده ممكن تأيده، غير كده الامور مش هتحسم او مش هتمشي. تمام. على فكره برضو الفرق اللي في وسط الجدول او الفرق زي المصري مثلا اللي بيلعب في الكونفدراليه عمال يعمل صفقات حلوه جدا برضو، تعاقدات، خلص مع كريم بامبو، خلص مع لعيب اسمه نضال الشريف مهاجم كان فري ايجنت من المغرب التطواني، مهاجم قوي. يعني نادي المصري مركز برضو جدا في صفقاته. وفي كلام كتير، انت بتتكلم على 4 فرق اللي هم مشاركاتهم الافريقيه جايه، الاهلي وبعديه بيراميدز، بعديه الزمالك، بعديه المصري، صفقاتهم قويه. بنك الاهلي برضو صفقاته كويسه. بس خلينا نرجع تاني، النادي الاهلي النهارده عدى اليوم من غير اعلان عن محمد علي بن رمضان ان هو تم الاتفاق وفي تجهيزات الفيديو والتصوير، كده الصفقه خلاص انتهت. لان هم حرفيا السوق الانتقالات هيكون اتقفل في الدوري المجري ومش هيعرفوا يعوضوا بصفقات تانية الا لو جد جديد. بس غالبا الكلام خلاص النهارده، يعني الليل النهار مش اكتر من كده خالص. طيب القيد مفتوح لغايه يوم 12 بناء عن ان اي لعيب قبل موعد السوبر تم التعاقد معاه قبل السوبر ب 15 يوم من حقه يلعب السوبر، مش استثناء من اتحاد الكوره ولا اتحاد الكوره عمل اي حاجه. تمام. اتحاد الكوره طلع يعني ايه، حب يكسب بونت، وفي الاخر الامور كلها اتضحت والامور كلها بانت، فايه ولا عمل اي حاجه. نتمنى بقى المعسكر المنتخب داير حاليا وانضمام خلاص كل اللاعبين بقى مع كابتن حسام حسن، فنتمنى التركيز يا رب والتوفيق، وما نبتديش بالاعذار والحجج يا كابتن حسام، الله يكرمك ويرضى عليك عشان ربنا يكرم المنتخب. لان سمعنا برضو بشويه تصريحات ايه، كاب فيردي محترفين ودخلنا في نفس القصص تاني. يا رب يعدي الماتشين على خير، كاب فيردي وبوتسوانا ورا بعض يوم 6 على طول ماتش كاب فيردي، وبعد كده ماتش بوتسوانا بعديه تقريبا يوم 10، فاللي هي ما فيهاش نفس يا كابتن حسام، الله يكرمك. يعني محتاجين التركيز، واللعيبه كلها معاك اهي من مواعيد الاجنده الدوليه، لعيبه الاهلي والزمالك كل اللعيبه معاك والمحترفين معاك، وبالتوفيق يا رب المنتخب مصر ان شاء الله، ويجيب لنا نتيجه ايجابيه في الماتشين ونفوز في الماتشين عشان نبتدي مرتاحين كده والدنيا تمام، وتكمل انت مرتاح يا كابتن حسام. ونتمنى في المباريات القادمه القائمه تتحسن ونضم لعيبه احسن وافضل لمنتخب مصر ان شاء الله يا رب العالمين. في نهايه الحلقه اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.